مساء الخير. اما انا فرحانه فرح بالامانه منشكحه، لان النادي الاهلي خلاص اتقرا فتحته من الدوله. الاتحاد الافريقي امبارح اعلن عقوباته عن النادي الاهلي في ماتش الهلال في بطوله افريقيا. لو العقوبات دي كانت موجوده في ظل احمد دياب، ولو احمد دياب كان موجود في الاتحاد الافريقي، قسما بالله كان هيغرم نادي الهلال اللي معتدي عليه. بس الحمد لله يعني ايه ان رابطة الجرجير هنا في مصر مش في الاتحاد الافريقي. بصوا، لو كانت الحاجات دي للزمالك قسما بالله كان الكل هيتكاتف مع بعضه كده ضد الزمالك. طبعا كل معروف عارف ان الزمالك مجتهد ازاي في مصر ورابطة الجرجير والاتحاد المصري وكله يعني. الاتحاد الافريقي غرم النادي الاهلي 500,000 دولار، وحرم الجمهور من ماتشين اتنين ما يحضرهمش في البطولة الإفريقية، وغرم محمد هاني وأحمد الشناوي 100,000 دولار وإيقاف مباريتين. تحس إن فلوس تجارة الزيتون ديت حرام، مش جايبة همها. بياخدوا الفلوس بالشمال وتروح برضك بالشمال، تحس إن فلوسهم مش حلال. بجد أنا فرحانة فرحانة فرح السنين، ويا رب ما يقوم لهم قومة. يلا باي.